قد نضيع عند فقد وفراق، وقد ننكسر أمام حزن طال بنا، قد نعجز أمام ابتلاء تمكن منا. فما بين جراحنا وآلامنا نحتاج لمواساة وتطبيب، نحتاج لطمأنينة قلب وهدوء نفس وسكون خواطر، ولن نجد ذلك إلا بالقرب من الجبار ليجبرنا تبارك وتعالى. جبره لا يشبهه شيء، فبجبره يعوض النقص، وبجبره يزيل الهم، وبجبره يملأ القلب بنفحات القرب والأشواق الراقية التي لم أذق حلاوتها إلا حين انكسرت، فكان جبره لي عوضا عن كل فائت. فبجبره تشرح الصدور وقت الكرب، وبجبره يكون الأنس وقت غياب الجميع عنك. كل أمر عسير تعيشه كسر قلبك، لا تطلب تيسيره إلا من الجبار جل جلاله، الذي بيده عواقب الأمور وهو مدبرها ومصرفها. أما آن أن تقول له بصدق: يا جبار أجبرني، يا جبار.